الناس مو غافل عن هذا الموضوع، خصوصا في عملية الاستشفاء. فأعتقد أن مباراتنا هي من الأفضل أن نلعب مع الفريق القوي في قبل خوضنا مباريات كأس العالم. بالعكس هذه تكون فيها ميزة إلى المنتخب، أنه يقدر يدخل في جو المباريات بمباراة قوية أكثر من أنه تكون المباريات القوية في بداية خوض التجارب. فهذه صعبة تكون، لكن فيها التدرج من الضعيف إلى الأقوى وهكذا. فبالتالي المباراة ضد السنغال يعني مباراة قوية جدا، لكن ما أعتقد أنها يعني أقوى من مباراتنا ضد الإكوادور. يعني إحنا ضد ما توقعاتك لمشوار المنتخب السعودي في كأس العالم؟ اتوقع ان مباراتنا، انا قلت من بدايه اللقاء ومن بدايه الحلقه تكلمنا عن موضوع المباراه الاخيره او المباراه الاولى للمنتخب في بدايه. احنا نبدا طبعا مع يوم الاثنين مع الاوروغواي. نعم. فالمباراه الاولى هي بتكون المفتاح. انا عندي بالنسبه إلي أنا للمنتخب هي المفتاح. إذا أدينا بشكل قوي وبشكل يعني أدينا على الأقل طلعنا بنتيجة، إذا ما كانت إيجابية بتكون على الأقل تعادل. صحيح الأوروغواي أحد أبطال كأس العالم، لكن في الفترة الأخيرة منتخب الأوروغواي ما هو منتخب الأوروغواي صاحب النجوم الكبيرة مثل سواريز أو مثل اللاعبين اللي كانوا على مستوى عالي. الآن طبعا خفت اللي هو وقلة لاعبي الأوروغواي في الاحتراف في الأندية الأوروبية. فأعتقد أن الأوروغواي الآن يمر بمرحلة يعني مش حقول أنه ضعف في المستوى، لكن أقل مما كان عليه سابقا. فبالتالي بإمكاننا أن احنا نطلع بنتيجة على الأقل، إذا ما كانت إيجابية نطلع بالتعادل. وعندنا طبعا هي المباراة الصعبة جدا، هي مباراة أسبانيا. وإحنا طبعا عندنا مواقف. يعني تعرف كأس العالم 22 لعبنا ضد الأرجنتين وكانت المباراة الأولى لو لاحظ وفزنا فيها. فإحنا يعني صراحة لاعبين عندهم الخبرة الكافية إلى أن نطلع بمستوى جيد يعكس طبعا واقع الكرة السعودية ويعكس واقع الدوري السعودي. الآن معظم يعني اللاعبين العالميين يتطلعون على الاحتراف في الدوري السعودي. فأعتقد إن شاء الله إن إحنا قادرين على إن إذا ما تأهلنا على الأقل نقدم مستوى يليق طبعا بالكرة السعودية. نعم، أنا سألتك هذا السؤال بما أنك يعني خبير ومدرب وطني. شكرا جزيلا لك كابتن محمد الدشيش على هذه القراءة الفنية. الله يسلمك. شكرا. ونواصل معكم أعزائي المستمعين.